في اول الفيديو انا حابه اشكر كل الناس اللي بتشجعني وبتقولي كلمه حلوه وبتكتب لي تعليق حلو. بجد مش عارفه اقول لكم ايه، ربنا يخليكم ليا. والنهارده بقى جايه لكم وصفه سهله كده، عشان ايام المدارس دي بتبقى عايزه واقفه على طول تخلصي عشان تلحقي تذاكري للولاد وكده. فبرضو احنا هنعمل وصفه النهارده مش تاخد مننا وقت خالص. وشوفي الفيديو للاخر، ولو عجبك دوسي لايك، ولو اول مره تشوفي قناتي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنكون بقى محضرين الكبه ومحضرين معانا بصل وطماطم وفلفل، هنضربهم كل دول مع بعض في الكبه. تمام كده خلاص، هنزل بيهم في بوله عندي، وانزل بقى على الخليط ده بمعلقتين من الزيت، وكمان معايا معلقتين من الخل، وهكون معايا مع عصير ليمون، ليمونه كبيره ما توفرش يبقى ليمونتين صغيرين. هكون بقى معايا معلقه من المستردة ومعايا معلقه من دبس الرمان، ده بيديني طعم حلو قوي للفراخ. ومعايا بقى البهارات اللي هنزل بيها على الخليط ده، ملح وفلفل وبهارات فراخ على بهارات شرق الاقصى والسبع بهارات وبابريكا. هقلب كل ده مع بعضه، وانزل بقى بمعلقه من الصويا صوص. لو مش موجوده عندك ممكن تستغني عنها عادي خالص، هي بس بتعزز عندي الطعم وبتخليه حلو. مش موجود عندك، مش متوفر، خلاص. بكون بقى الفرخه بتاعتي محضراها عشان تبقى فرخه شوي من 1.5 كيلو او يعني 1.3 كيلو، 1.5 ده اقصى حاجه. ببدا بقى انغز الفرخه بتاعتي كده، تمام. بنغزها بسن رفيع كده، ما يبقاش سن تخين. انغزها في كل حاجه عشان التتبيله بتاعتي تدخل في الفراخ كلها وتتشرب الفراخ التتبيله كلها. هبدأ بقى انا هنا حبيت ان انا اوريكم انا بتبل كل حته في الفراخ. هنا بفصل الجلد عن اللحم اهو، زي ما انتم ما شايفين كده، زي اكنه جيب، تمام. اهو بصوا الورك برضو هتلاقوا من عنده تقدري تفصلي الجلد عن الفرخه نفسها، تمام. بتعملي جيوب لنفسك كده اهو، وتحاولي ان انتي ما تخليش الجلد يتقطع، يعني بتحطيها بالراحه، بتفصليهم بالراحه كده. ببدأ بقى ادخل التتبيله في كل حته في الفرخ، عشان التتبيله دي مهمه قوي، بتساعد كمان في تسويه الفراخ في الفرن. وطبعا لازم تبقى الفرخه بتاعتك صحيحه. اهو بصوا انا بعمل جيوب اهو، وابدأ اشرب الفرخه من التتبيله جوه وبره وفي كل حته، وكمان من الحته بتاعه الرقبه برضو نفس الكلام. بخش من فوق كده بالتتبيله بتاعتي عشان الفرخه ما يكونش فيها اي حته مش متبله. طعم التتبيله ده بيبقى فعلا رائع في الفراخ اهو. وانزل برضو بالتتبيله اهو، لان التتبيله دي زي ما قلت لكم بتساعد في التسويه. خلاص كده انا شربت الفرخه كلها من التتبيله وما سبتش حته ما نغزتهاش، عشان برضو التتبيله اهو بصوا التتبيله داخله جوه الفراخ. خلاص كده بسيبها يوم كامل. لو انتي مستعجله يعني ساعتين، ممكن تروحي شغلك الصبح وترجعي، وممكن قبليها بليله كامله بتسيبيها، بتغطيها بورق الفويل كده وتدخليها عندك في التلاجة وتسيبيها في التتبيله يوم كامل. خلاص كده انا كنت سايباها يوم كامل خلاص، وممكن زي ما قلت لك من 3 ل 4 ساعات. هنا بقى الحامل ده حلو قوي في ان انتي تحطي عليه الفراخ، تمام كده. والتتبيله طبعا انتي مش هترميها، هتصفي التتبيله زي ما انتي ما شايفه كده. طبعا البصل ما ينفعش، التتبيله يعني طعمها حلو، فاكيد مش هنستغنى عنها ونرميها. بصوا هنعمل ايه بقى بعد ما نصفيها من الميه بتاعتها. هناخد بقى البصل ده بالطماطم ونحطه مع الفرخه وهي داخله الفرن اهو. بوزع التتبيله عليها من كل ناحيه. وهقول لكم بقى الميه اللي طلعت او الميه اللي احنا صفيناها دي هنعمل بيها ايه. هنا بنزل بقى بالميه السخنه بتاعتي، وهكون مشغله الفرن على اعلى درجه عندي، وابدا احطها
من ساعة الا ربع ساعة، ولازم تبقى المية مغلية عشان تساعد معاكي في تسوية الفراخ. والفرن بتاعك برضو بيبقى سخن قبلها ب5 دقايق او ب3 دقايق. طيب نعمل ايه بقى بالمية؟ انا دخلت خلاص كده الفرخة الفرن، خدت تشميعة، وبعد كده بنزل عليها بالمية بتاعة البصل دي، بتطري اولا اللحمة وبتعمل معاكي طعم فظيع رهيب بجد. اهو عايزة تعمليها بالفرشة تدهنيها بالمية براحتك. هنا بقى كانت قعدت معايا الساعة كاملة. بصوا بقى طلعت شكلها حلو ازاي. وطبعا المكرونة دي سبق واحنا عملناها قبل كده معانا في القناة، وقدمتها مع مكرونة زي ما انتم شايفين كده. بجد طعمها وريحتها بجد تحفة. وبكده اكون يعني جت اللحظة اللي انا ما بحبش ان انا اسيبكم فيها، وهي نهاية الفيديو. واتمنى ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. واتمنى ان انا اكون قدمت لكم وصفة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.